زمان لما كانت الأرض نفسها بتتحرك، مش زلازل مش براكين، لكن القارات بالكامل كانت بتتزحلق بهدوء فوق طبقة لازقة من باطن الكوكب بتتحرك مسافات ضخمة خلال ملايين السنين. خلال الفترة الجراسية القارة العظمى بانجية بدأت تتفك، ومع تفككها بدأت تظهر المحيطات اللي نعرفها النهاردة زي المحيط الأطلنطي. لكن مش بس شكل الأرض اللي اتغير، حركة القارات غيرت شكل الحياة نفسها، والكائنات كانت قدام خيارين: يا تهاجر يا تنقرض. في أنواع انتقلت مع قاراتها الجديدة، وفي أنواع اضطرت تواجه بيئات مختلفة، وده كان بيؤدي إما لتكيف ناجح أو نهاية حزينة. الديناصورات اللي عاشت في أفريقيا وأمريكا الجنوبية بدأوا يبقوا مختلفين تدريجيا، والزواحف البحرية فضلت تهاجر عبر الممرات البحرية الجديدة، وفي منها اللي استقر في بيئات محصورة، وده أدى لتطورها بطرق فريدة. وحركة القارات أثرت كمان على الجو، وغيرت في التيارات البحرية اللي بتحدد درجات الحرارة والموارد الغذائية. يعني ببساطة لو كائن كان عايش في بيئة معينة ممكن يلاقي نفسه في بيئة مختلفة تماما بعد ملايين السنين. والتنوع بدأ ياخد شكل جديد، لأن الانفصال الجغرافي خلق ظروف جديدة، بدأت تظهر أنواع منفصلة عن أسلافها، وبدأت الحياة تتفرع. ودي كانت بداية التنوع الجغرافي اللي احنا شايفينه في الحياة على الأرض لحد النهاردة.